هل تحولت ملاعبنا إلى ساحات حرب؟ وما الذي يدفع مشجع للاعتداء على رجل أمن جاء لحمايته؟ ليلة سوداء عاشتها كرة القدم المغربية في كلاسيكو الجيش والرجاء، أحداث لم تتوقف عن صافرة الحكم، بل فجرت بركانا من الغضب في المدرجات وخلف الشاشات. ابقوا معنا لنكتشف لكم كل التفاصيل الصادمة وما وراء الكواليس في قمة الجولة 17 من الدوري الاحترافي على أرضية ملعب الأمير مولاي عبد الله. وبينما كانت الأنظار تتجه للمستطيل الأخضر اندلعت شرارة الفوضى قبل النهاية بدقائق. المشهد كان مرعبا، اشتباكات عنيفة، رشق بالقنينات، واستعمال لأدوات حادة وسط حالة من الذعر الجماعي. لكن الصدمة الكبرى التي هزت الرأي العام هي ذلك المقطع المسرب الذي وثق لحظة اعتداء وحشي على عنصر أمن، ركلة غادرة أسقطته بقوة أمام الجميع. هذا الاعتداء لم يكن مجرد شغب، بل هو تجاوز للخطوط الحمراء يضعنا أمام تساؤل حقيقي حول فاعلية استراتيجية محاربة الهوليغانز في ملاعبنا. ولم تسلم حتى السلطة الرابعة من هذا الجنون، حيث طالت آمال تخريب منصة الصحفيين والإعلاميين التي تحولت إلى ركام. وبالرغم من تدخل قوات الأمن الحازمة وفصل الجماهير وحملة الاعتقالات الواسعة، إلا أن الخسائر المادية والمعنوية كانت فادحة رياضيا. ورغم أن المباراة انتهت بتفوق العساكر على النسور الخضر بهدفين لهدف، إلا أن الفوز طعمه مر هذه المرة. الجيش الملكي قفز للمركز الثاني ب35 نقطة، تاركا الرجاء في المركز الثالث ب33 نقطة، بينما يراقب المغرب الفاسي المشهد في القمة. شكرا لكم للمتابعة والسلام عليكم.